كابتن حسن شحاته عمل مفاجآت كتير في التشكيل، بدأ بطارق السيد ناحية الشمال مكان عبد الوهاب، ولعب بحسام حسن وعماد متعب وعمرو زكي الثلاثة مع بعض في خط الهجوم. ونرجع نقول تاني، انت عندك ده كله؟ والماتش بدأ، والتغييرات ما كانتش بس في التشكيل، كان كمان في شكل الفرقة في الملعب. وفكرة بتطبق سنة 2006 كان جوارديولا بيكسب بيها دوري ابطال مع مانشستر سيتي لاول مره في تاريخهم سنه 2023. منتخب مصر زي ما احنا عارفين كان بيلعب دايما 3-5-2، الثلاثه اللي ورا دايما ثابتين، عبد الظاهر السقا، ابراهيم سعيد، وائل جمعه، واحمد حسن وابو تريكه بيلعبوا قدام شوقي. فانت دلوقتي عندك ابو تريكه غايب، وانت محتاج حد قدام في صناعه اللعب، خصوصا ان انت بتلعب بثلاث مهاجمين مع بعض. عندك المهاجمين بتوعك زي عمرو زكي ممكن ينزلوا ويساعدوا في اللعب، بس في الاساس مفيش لاعب اللي هو رقم 10 المتعارف عليه. بس طالما انت عندك احمد حسن في نص الملعب فهو يقدر يلعب في اي مركز، ولكن بفكره متطوره جدا في بناء اللعب. بيقرر كابتن حسن شحاته والكوره معانا ان عبد الظاهر السقا بيخش كتاني في نص الملعب جنب محمد شوقي، ويكون شريك اساسي في بناء اللعب. كان هو عامل مساعد ساعتها في بناء اللعب، ما كانش هو الركيزه الاساسيه اللي بنطلع عليه بالكوره. حتى كان احمد حسن ساعات كتير بينزل يستلم ويقول له اهدى وركز، ويديله شويه نصايح في خبرته في المركز ده. بس احنا بنتكلم عن فكره جوارديولا طبقها في 2023، وكانت باختصار ان واحنا معانا الكوره عبد الظاهر السقا ممكن يسلم لشوقي ويزيد هو في المساحه، بس علشان هو مدافع فبيخاف ويرجع تاني يبص لشوقي، وشوقي ساعتها بيقرر ينقل الملعب الناحيه الثانيه لطارق السيد. ونلاقي لاول مره في البطوله جوه البوكس اكتر من 3 لعيبه، وكمان بركات جاي من بعيد، بس الكوره تعدي وما نلحقهاش.